ومن الأخسرين أعمالا المفرطون بالصلاة. المفرطون بالصلاة دائما خواطرنا، وهذا ملامة علينا، خواطرنا خطبنا نخاطب أهل المساجد: الصلاة يا إخواننا، الصلاة نور، الصلاة فوز وفلاح، من ترك الصلاة يا أخي قد يصلي أنا في قلبه حرام على الجنة أنتني. من ندور؟ نشتي نخرج ندور ذي خارج، نشتي نعين ذي خارج. ايش نعمل؟ ندخله داخل المسجد. اما ذي قد عندنا داخل. مرة دخلت في حالة الانترنت، قلت اعمل حملة، عملت حملة الا صلاتي، جربت ادخل على المقاهي والانترنت، دخلت بوفية، وبعدين دخلنا بعدها كان لوكندا، كانت في شميلة كبيرة جدا، ودخلت قلت في نفسي اشد ادخل اوزع لهم قات مخزنين دخان ما وكلهم شقاح. حملت معي 50 مصحف، دخلت سلمت عليهم. اول ما دخلت كان معهم شاشة كبيرة، اول ما شافوني طفوا قالوا المطوع جاء. انت عارف يعني حاذق، الكاميرا خفيف. ايوه المطوع جاء، وانا قلت ولا قلت حاجه. اول ما دخلت السلام عليكم، قالوا وعليكم السلام، واول ما شافني قال بالريموت طفي الشاشه: حياك الله يا مطوعون، حياك الله، حياك الله يا حالق، كيف حالك؟ قال الحمد لله. 5 دقائق كلمتين فقط معهم ملان مخزنين مفتهنين متأنسين ودي يشوفوا الشاشة. فقلت في نفسي: الشباب يلا وزعوا المصاحف. أخذت لي معي 10 وبدأت أوزع المصاحف، وصدق عند واحد كل واحد أدي له مصحف. واحد كنت أناول المصحف وما رضي يجري، أقول له شو المصحف؟ قال ما مستحي. تعرفوا ليش؟ مستحي والله، مش أنه مش قرآن، لا مستحي جدا. كنت أقول له والله مصحف، قال والله ما أشتري لا تحرجنيش. وأنا أقول له أقسم لك بالله العظيم والله مصحف ما هو حاجة، عادي. قال لي يا أخي لا تحرجنيش. قلت خليه معك، تروح البيت تقري قريت تخلوا بالبيت بالسيارة المشيك، لكن قد هديتنا وقسمنا قدينا وما حد يرد الواصل. أنا في قلبك وأنت رجال جيد. أقسم لك بالله أخذ المصحف وضمه وبكي بالصوت، بكي من كل قلب، وقال لي: يا أخي ما اشتيش أنا المصحف، يا أخي لا تقلبش علينا المواجع، يا أخي هذا القرآن فلتنا سنوات، يا أخي إحنا نسينا ما عاد قريناش، يا أخي شغلتنا الدنيا والله ما عاد قرينا ولا فتحنا مصحف. وبدأ ما شاء الله يبكي من كل قلبه ويمسك المصحف ويبكي بكل صوت قدام الناس كلهم: هذا فلتناه ما عقريناش ما رجعناش لنا سنين والله العظيم معي مصحف في البسطة والله العش. المهم يعني بدأ المهم، وأنا معادت إيش أقول لي فقط وأنا أقول يا ربي ثبت. قلت خلاص يا أولاد. قال لي كيف؟ قلت شوف الجامعين. قال لي دعينا، قلنا الله يحفظك. قال قبل المغرب بعشر اقطع اللزف، أنا أفدي قلبه أو قطع مش الناس يشتوا ايش يا عيال؟ زوروا المحلات، المخاي، الانترنت، الاسواق، زور هؤلاء شباب ضايعين في الاسواق في الشوارع وتحصل ما شاء الله يعني حالة والله ان فيها الخير الكثير. والله حملناهم باصات وحملناهم للحديدة ونزلنا معهم 3 أيام اسبوع دعوي، والله انهم من خيرة الرجال حصلنا المنشد وحصلنا الشاعر وحصلنا الحافظ وحصلنا الاديب وحصلنا المثقف وسط الشباب. والله ان احنا نازلين وطارحين رجل على رجل فوق الباصات ويجيبوا سيجاره وينفخ له وجهي، وانا ولا قلت حاجه. زدنا نزلنا عدينا كيس وقلنا تفضلوا اي واحد يشتري حتى الشمه الله المستعان بيضاء سوداء ما عندي مشكله، ايش ما اشتريت بس انت افتهم. والله ناولتم اقسم لك بالله كالف على بالعين زي طلع رجليه لا عندي كذا، ولا قلت لهم ولد الله يرحمك يا خالد العمان. صلى الله ان يغفر له وان يرحم. الدكتور خالد العمامي رحمه الله كان أخو حبيب وعزيز رفيق ودرب في العمل الدعوي. أنت تشتي إمام هو إمام، تشتي خطيب هو خطيب، تشتي وجاهة هو وجاهة. رحمه الله وطيب الله ثراه وجمعنا الله في ذلك كرامته. ما كان أجمله وأروعه وأحلاه. نزلت أنا وياه وبعض الشباب مجموعين فكان يقول قلت ولا تخبرهم ولا تقولهم ولا شيء لا حلال ولا حرام ولا سنة ولا بدعة، خلونا نخرج من صنعاء أول شيء ننزل لينا للحديدة بعد ما قد نغرب مسافة، وبعدها نتخابر. وصلنا عشيناهم بعد العشاء وافتهمنا وجلسنا معهم ما شاء الله. صلينا المغرب والعشاء، واحد يصلي واحد يدخل واحد يدخل بالحمامات واحد يخرج. انت عارف يعني نزغت شباب وانا جالس وابه عليهم خارج الافلفهم مثل الجراد الضائعه. انا خايف علي واحد يفعل لي مشكله. وانا قدمتهم لفلفناهم كلهم كملنا صلينا وصلنا لمنطقه كنائيه بعيد وغدر. وقفت 3 الباصات ونزلنا عملنا حلقه
وعملت لهم كذا درس شوية أنا وياهم، وارجع بالزوم لعند أصحاب التبليغ جزاهم الله خير وبيض الله وجوههم. معهم مؤتمر ما شاء الله، والناس من كل مكان كانوا يعينوا باكستان، الهند، الصومال، النيجر، الواحد لحيته لهنا، الصحابة، الواحد حق المسواك على العين. كانوا يعينوا ما شاء الله مفتانين مرتاحين يعينوهم، وهم والله ما شاء الله عليهم بيضة، مسكوهم على واحد. وبعد عمل واحد منهم باكستاني جزاه الله يعمل حلقة وكان يدعو لهم ويبكي. واحد منهم كان حقهم النزغة، كان يقول لي الحين على مود يبكي الرجال هذا. قلت اقرب اشاورك، قال لي كيف؟ يبكي انت صباحا. خلدك الله والله العظيم. ولا خزاو قال والله خزاو زرع انه يجي من باكستان يعني يبكي علينا. قلت يبكي عليك انت خلف. وكان يقول انتم، كان يقول انا انتم احفاد الصحابه احنا. ويقول لي قال والله صباح من صباح انتم احفاد الصحابه وانتم قلنا ما انتش دارين ومعكم من مضاعه. كملنا علمهم، دعوا لهم من كل قلوبهم، وكملنا وافترقنا وكل واحد مسك واحد. انت عارف اصحابته ما شاء الله مشقوهم مع خلول الطماسه. جينا اليوم الثاني شباب نخرج، قالوا توكلنا على الله على الشاطئ. كملنا واحنا راجعين قلنا يلا بعد ما كملنا ما شاء الله وتستمتعوا وخليناهم هادين، ما عبش لاقات لا سجاره لا شمه. يلا قلنا ان شاء الله الشعور اثناء الرحله. الكينج حقهم الزعيم اخذ الميكروفون من ايديه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اكبر. قال لي قسما بالله العظيم، قال لي تشتى الصدق، قال لي ما حزيد علي بحياتي الا انت. تشتى الصدق. وين يا اخواننا؟ والله لانهم عندنا بشارع الستين، والله عندنا بشارع الستين، والله عندنا بشميلة، والله عندنا ببيت معياد، والله العظيم عندنا في الأصبحي، والله عندنا في القادسية، والله جمعناهم كلهم أقسم بالله أننا حصلنا فيهم شعراء وأدباء وبلغاء ومنشدين وشباب ما شاء الله عليهم. والله بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال والله أننا سنتعلق برقابكم يوم القيامة. قال والله ما حد نصحنا، والله ما حد وقف معنا، والله ما حد ادينا شريط، والله ما حد لنا رسالة، والله ما حد مننا مطوية، والله أن زملائكم وأصحابكم يمروا علينا من جنب المسجد ما حد قال لنا حتى تفضلوا حتى في صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء. فقلنا معلش أنت كنت فين؟ ولا يهمك كلما أطيب نفسك. مشينا وجزنا معهم ما شاء الله. اليوم هم كانوا الشعلاء في المساجد، هم ذي ماسكين المساجد، هم الماسكين الصلوات، هم الرجال اللي تركناهم هناك ما شاء الله ورحلوا. نشتي نقول للناس هذه مساجدكم، هذه بيوت ربكم، ارجعوا إلى هذا الدين. لا سعادة ولا فوز ولا فلاح إلا بالدين. من عرض الدنيا فعليه بالدين، وذي يشتري الآخرة عليه بالدين، وذي يشتري الثنتين عليه بالدين. ومن ضيع الدين ضيع الدنيا، ومن ضيع الدين ضيع الآخرة، ومن ضيع الدين ضيع الدنيا والآخرة. نستعن بالله ونتوكل على الله ونعمل ونحسن ظننا بالله ونعود إلى الله ونتوب إلى الله ونصلح ما بيننا وبين الله. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبلنا.